الذي نزل الفيديو أوجه النداء للجهات المختصة ولكل مسؤول بمتابعة كل من نشر عني ببلاغ كاذب أو إنهم نزلوا صور باطلة وكاذبة، روعوا أهلي، فجعوا أمي، فجعوا أهلي، بكوا الناس، اتقوا الله. أتمنى من الجهات المختصة والمسؤولين أن يتابعوا لكل من ينشر أكاذيب بدون تأكيد. كذلك النداء لأصدقائي في التواصل الاجتماعي، زملائي الإعلاميين، يعني ما جاء من خبر لا تنشر إلا بعدما تتأكد. ايش من الظلم الذي ظلمتونا فيه؟ ظلم امي، ظلم اهلي، ظلم اولادي، بكائهم، تصيبكم دعوة من هؤلاء الناس. الا يكفي انك تنشر خبر كاذب وباطل؟ يا امي انا ولدت من بطنش، يا امي انا ابنش، يمه لا تصدقي لكيد اخواني، انت تعلمين براءتي وتعلمين ان ليس لي اي دعوة في تهمة قتل اخي، والان بعدما حكمت المحكمة ببراءتي لسه جالس في السجن. يا امي انت رحيم وقلبش طيب، انا لدي 4 اولاد، من يراعيهم؟ من يشقى عليهم؟ انا اصرخ اليش من قبل 2 وانتي تقول لي اخرج بحكم من المحكمة، فذا خرجت بحكم براءة من الله العلي العظيم، وحكمت المحكمة ببراءتي واخواني استأنفوا حكم البراءة، وانتي لا تعلمين بأي شيء. يا من تشاهدني الآن وتعرفني وتعرف اسمي وتعرف قبيلتي، فوصل هذا المنشور إلى أمي، الناس يرحموا بعضهم البعض. أنت عارفة أن ليس لي أي ذنب. رسالتي إلى عمي علي صغير القاضي الوصي الذي أوصاك أبي، هذا أنا طلعت براءة إلى أولاد عمي، إلى أخوالي، صدقت كيد أخواني والآن هذا أنا بريء، فلماذا أبقى في السجن؟ ناقص حنان الشعب المطبلين. الحمد لله طلعوا ترند، الحمد لله زادت بالصفحة، الحمد لله رب العالمين، أنا بخير متعافي في نعمة.